السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء اليوم غنتكلموا على المقابلة ديال الترجي التونسي ومباراة الأهلي، نقاط الضعف ونقاط القوة اللي كانوا عند الفريقين. نهضروا بعدا أول حاجة على الفريق الفائز اللي هو الترجي التونسي. الترجي التونسي باش تعرفوا أنه عنده واحد التاريخ اللي هو كبير في دوري أبطال أفريقيا، عنده لاعبين يعني جيدين، عنده حارس مرمى اللي هو صراحةً اللي نقاد المرمى ديالو البارح تقريبا شي 6 الفرص ولا 5 الفرص اللي هما صانع التسجيل. الترجي عندها لاعبين عندهم جرينتا، هو الفرق ما بين الترجي ونادي الأهلي. والترجي كتحس به فريق اللي هو واقف فوق الملعب، عنده لاعبين كيتموضعوا بالتموضع ديالهم مزيان، عندهم واحد الذكاء في يعني ذكيين الدراري ديال الترجي التونسي، كيلعبوا واخا تيكون الضغط عليهم كيحاولوا أنهم يلعبوا بالعقل. بالعكس النادي ديال الأهلي عندها لاعبين اللي هُما كبار، عندهم لاعبين اللي القيمة ديال السوقية ديالهم طالعة بزاف، ولكن كتحس بهادوك اللاعبين اللي عند الأهلي بحال اللي غير لاعبين غير فوق الشبعة، يعني لاعبين ما عندهمش واحد الجرينتا. أنا كيبان لي هاك اللاعبين اللي عند الأهلي راه كيتسناو غير الشهرية ديالهم وصافي. أما داك الجرينتا اللي كتعرف الأهلي كنهضروا على الأهلي ديال أبو تريكة، ديال متعب، هذه هي الأهلي اللي كانت كتفرج في الكورة، كانوا كيلعبوا الدراري بالجرينتا ديالهم، وهادوك اللاعبين كانوا لاعبين مصريين. يعني نقطة الضعف ديال الأهلي هي المدرسة ديالها ما بقاش كتجيب لاعبين اللي هُما مزيانين، يعني كانت أي لاعب كتلقاه في شي بطولة كيبان في إما بطولة مغربية ولا بطولة تونسية، كتجيب واحد اللاعب من تمايا بواحد الثمن اللي هو خيالي، ولكن ما كاينش ديك الجرينتا. زائد المدرب ديال الأهلي عاوتاني مدرب ضعيف، الطريقة ديال توظيف اللاعبين غير صحيحة. مثلًا يعني الجهة ديال عندنا تريزيغي، عندنا بن شرقي، عندنا بزاف ديال اللاعبين كيلعبوا على جهة وحدة، يعني ما كاينش هذاك التنوع في اللاعبين. عوض فريق الترجي عندها لاعبين اللي هُما جيدين بزاف، عندهم لاعبين مزيانين، عندها دكة ديال البدلاء زوينة. الأهلي باش أن هاد الشي مزيان وتعاود ترجع في هاد الشي هذا، يعني في العصبة الأبطال الأفريقية العام الجاي إن شاء الله، خاصها تبدل المنظومة ديالها، خاصها تبدل التفكير ديالها، خاص هاد اللاعبين بعدا اللي عندها اللي يساويو بثمن اللي هو خيالي تحيدهم، وخاصة لي بوست. مثلًا بن شرقي عندي أنايا، عندي تريزيغي في نفس كيلعبوا نفس الاتجاه، هادو كيلعبوا نفس الأماكن. يعني لا داعي نخلي أنا واحد 3 د اللاعبين كيلعبوا نفس البلاصة. تحاول أنها تطلّع لاعبين من المدرسة، لأن كل ما الفريق كان كيطلّع لاعبين، كل ما كتكون عنده واحد النتائج اللي هي كبيرة. كل ما أنني الفريق كينشري أي لاعب اللي هو واجد، ولكن كنشري لاعب ولكن ما عندوش واحد الجرينتا، أما ولاد الفريق غيموتوا على الفرقة وغيعاونوها وغيطلعوها. يعني بالنسبة ليّا أنا الترجي تستاهل دوز. الأهلي يعني 4 الأشواط لعبت شوط واحد هي اللي لعبت فيه، هو الشوط الأول لمقابلة الإياب، أما 3 الأشواط الأخرى ما لعبتش فيها الكورة كاع. عندها واحد الخلل كبير في الدفاع عند الفريق الأهلي، عندهم واحد الخلل في الدفاع كبير. هي الإشكال ديالهم كنجيبوا لاعبين من يعني الهجوم، ولكن الدفاع عندنا مشكل فيه كبير. واحد يعني واحد الأخطاء اللي كيديروها اللاعبين بديهية كاع، هُما اللي كلفتهم هاد الأهداف ديال البارح يعني ضد الترجي بسبب أخطاء ديال الدفاع. وكيف ما كنقول يعني الأهلي لازم أنها تجيب لاعبين أو تطلّع لاعبين من المدرسة، مصريين اللي كيعرفوا البلاد واللي كيحبوا الفرقة. أما إلا كنت غنجيب لاعبين بثمن خيالي ويلعب لي بالكانة ديالو، لا ما يستاهلش، صراحةً ما يستاهلش. دونك كنتمنّاو حظ موفّق للفريق الأهلي المصري. الترجي نتمنّاو لها حتى هي التوفيق في المسار ديالها، وكنهنيو الفريق الجيش الملكي بالصعود ديالو إلى الدور نصف النهائي، ونتمنّاو حظ موفّق للفريق النهضة بركان إن شاء الله اليوم.